صلى على النبي يا صاحبي الاول عشان تكسب وربنا يكرمنا جميعا. كلمني عميل محترم راجل فخامه كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابو جانا يعني محتاج شاشه 7.5. قلت له يا باشا والله انت نيتك. هي اخر شاشه عندي اللي هي الفول اتش دي دي اخر واحده. والاسعار النهارده بقت حاجه صعبه. طب كام يا عم حسابك؟ انا بقول لك فيديو اهو حسابها 3.5 بجهاز اتش 2 الاصدار ايه الجديد اللي هو 8 ميجا عادي تمام. حتى الدفعه الجرابات عندي اللي هي السمرة الدفعه القديم. انا لما جبت بالدفعه الجديده الجراب اللي شكله فخامه ده قلت والله العظيم يعني هو ياخده ليه. انا يعني من العميل عشان محترم. كام يا عم كذا ادفع على طول خلص مفيش كلام من اهدى زي الناس اللي بتتعب لنا اعصابنا قبل ما تشتري تمام. والحمد لله كام يا عم كذا خلاص دفع. انا قلت له يا باشا اديني يومين. النهارده بقى لي يومين بفضل الله اعمل له حاجه يعني هي تعتبر ليه مش له حاجه فخامه بمعنى كلمه فخامه. مؤشر الجديد برضه بسم الله ما شاء الله تقفيل ابو جنة. انا بقول تقفيل ابو جنة معروف من الاخر يعني. نخش كده من الشغل اللي ورا حاجه بسم الله ما شاء الله. حتى لو مش الشغل بقى صوت فندر لا ده انت ممكن تتفرج عليه. بص كده ده الليد الاصفر اللي هو القوي ال 12 مباشر على طول ماشي. طبعا الفتحات والشغل اللي انتوا عارفينه واحنا قلنا الفيديو كم مره. عندنا المخرجين مخرج يشتغل مباشر على طول تمام. وكده برضو افضل ما نفضل واخدين الشغل البطاريه على طول. البطاريه دي بتشتغل امتى؟ ايه لما كنا في مكان مفيش فيه كهرباء عموما يعني تمام. هذا كده حتى يعني دي بطاريات كام دلوقتي؟ 3300 بتقعد في الجهاز ده قد ايه يا عم ابو جانا؟ انا مش عايز اقول 5 ساعات لاني قعدت مع 4 ساعات ونص في جهاز كنت بعمل له تيست وبجربه. نفتح كده على البركه. وطبعا التستر اللي هو بتاع قفلات السلك موجود. وادي كده العدسه وادي كده مخرج تاني خارجي رسيفر خارجي تمام. وادي كده الرسيفر اللي هو 8 ميجا الجديد. وفتحنا الشاشه ديت حاجه بسم الله ما شاء الله عجباني بصراحه بما يرضي الله. الريزوليوشن بتاعها اول شاشه تخش مزاجني يعني. انا الحمد لله انا بقول ايه ده يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. الريزوليوشن ثواني بس عشان ايه انا بصور بايد فمش متمكن. طبعا زي ما انتم شايفين بص ده كده ايه ده كده اللي هو الايه سكرين 7 ماشي. حاجه فخامه. والصوت زي ما انتم فاهمين اهو. الايه بقى الصوت السماعه الاصليه بتاعتها زي ما انتم شايفين. ادي الصوت اهو. والجهاز طبعا اللي هو 8 ميجا. نخش نبص اهو 8 ميجا قدام منك اهو ماشي. اللي بياخد لانشارين سوفتين حاجه بسم الله ما شاء الله. انا عاجبني جدا جدا ايه الجهاز. اول ريزوليوشن يعجبني في الجهاز ده بصراحه بما يرضي الله. وده كده الملف المتحرك كامل. انا مظبط له الجهاز ده كما الكتاب قال بمعنى اصح. انا قلت له يا باشا هعمل لك حاجه على مزاجي فسيبني. قال لي يا عم خلاص اللي انت عايزه. ناخد بس اللقطه الظريفه كده عشان ايه نقدر نرفعها على اليوتيوب. طبعا دي تعتبر اخر شاشه عشان الناس لو حد محتاج. الاسعار رفعت لسه بجيب الحمد لله. فده الشغل بتاعنا وبطاريات جديده. شغل انت اول ما تاخده تشتغل بيه حاجه جديده. حاجه تاخدها كده بسم الله ما شاء الله. تقفيل عالمي حاجه بسم الله ما شاء الله من جوه. انا ممكن اني كابو جانا اخلي اي حد يخش يا باشا وافتح وشوف تقفيلي. تيجي تعيب في تقفيلي ما انت ذات نفسك هتشوف حاجه الله اكبر. اكن بالظبط بقفل جهازي تمام يا صاحبي. يا عم ربنا يملى لك بركه. وطبعا هذا كده الايه التست اللي هو بتاع القفلات. تست القفلات برضه نجربه ليك عشان يبقى كل حاجه انت واخدها بما يرضي الله شغاله 100 فل 14. ده اللي احنا بنتكلم فيه. ناس كتيره كل شويه يا عم ابو جاني التستر قفلات السلك مش شغال ما بيديش الجرس. يا جدعان ما انتوا اللي بتشتغلوا غلط. ادي السلك كده وصل عند العميل. انا كده هنعمل فيديو للناس. المهم ادي كده التستر بتاعك اهو هندسه اللي هو بتاع القفلات السلك اهو. ومركب لك حتى من التستر الجديد حاجه بسم الله ما شاء الله. حاجه الله اكبر. تطلع يا باشا بقى انا منتظر منك فيديو بالشغل الجميل ده. الشغل الايه الحلويات زي ما بيقولوا ماشي. واللي محتاج اهو الشغل بفضل الله. احنا تحت امر الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.